الله يسامحكم. أول حاجة الله يسامحكم يا مغاربة. وأنا كرهت الرياضة من اليوم، قسما بالله ما قد توترت حياتي لدرجة إني كنت أهرب لما يهجموا الأردنيين، أهرب هناك وأرجع. أما لو أحكي لكم إيش حصل في هذه المباراة اللي توترت خلاص حسيت نفسي متوتر وعبثوا هذه عبث، حرقت أعصابنا. أنا بالنسبة لي أحسن ما شفت مباراة بهذا الحماس. أولا مسألة مبروك وما مبروك، والله العالم كله يبارك للمغاربة، والعالم كله فرحان مع المغاربة بأداء مغربي وأردني. يا عيبة يا عيبة، حرام. لو أنا قلت أنا والله ما أفتح لايف ولا، لأنهم قدموا عروض يا رجال. الهدف الأول هذا كان لوحدي. يا الواحد يشوف المباراة لوحده ما يصلحش، ما بلا الواحد يكون يشوف له مجموعة عشان يشوف معاه على الأقل لا نط هكذا وتفاعل يلقى واحد يحضنه. أما أنا قاعد اهرب وارجع الكمبيوتر انا واهرب لهناك وارجع. ايش هذا؟ انا والله العظيم دقيقه خلوني اجيب لكم الثلاثه الاهداف. لان انا الثلاثه القوالب ليست من فراغ، بصراحه هي ليست من فراغ. واحد، أنا لم أختار الأرقام عبثا. ثلاثة قوالب سكر مقصودة مقصودة مقصودة، لأنه الثلاثيات المغربية هذه بصراحة هزت الدوحة وهزت العالم كله. تبارك الله على أداء رهيب. المغرب بطل كأس العرب.